بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم هذا اللوبيا جريني ولا لوبيا تفصاص ولا لوبيا حمراء، يعني كل واحد كيفاش يسميها. خليوا لي في التعليقات كيفاش تسميوها واش من المنطقة، بما انه برد الحال رايحه تنفعكم بزاف بزاف. وراح ندير لكم عدة وصفات تاع الحبوب تجي بزاف بنينه، تجي طايبه زبده. فقط ديروا لي جيم للفيديو، ما تبخلوش عليا، واذا ما راكمش مشتركين في القناه ضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. بعدها نبداو في المقادير وفي طريقه التحضير. كما راكم تشوفوا هنا عندي كميه من اللوبيا تاعي جديده، كنت غير كما فصصتها. عندي حبه من البصله، ربطه من الدبشه، ونص ريشه من الرن. عندي طرف اللحم يكون هكا صغير للبنه فقط. عندي حبه طماطم متوسطه مربيه، وعندي ربع فصوص من الثوم ايضا كنت ربيتهم. بالنسبه لهذا اللوبيا تحب اللحم، ومن الاحسن يكون اللحم بقري، راح تجي بزاف بنينه. جبت لاكوكوط تاعي فرغت فيها جميع المكونات. بالنسبه للبصله ضروري يعني ما ترابيوهاش، خليوها حبه كيما هكذا، وفي الاخر راح نعد لكم كيفاش ديروا لها. ضفت حوالي ملعقه متوسطه من الملح. بالنسبه للتوابل راح نضيف هذه الذواقه ولا راس الحانوت، انا ما نستغناش عليها ونستعملها في جميع اطباقي، بزاف بنينه وتصلح لجميع الاطباق. حطيت كميه صغيره من الفلفل الاسود، وحطيت شويه من الكرويه، وحطيت هذا الفلفل الاحمر الحلو. بالنسبه للكمون ما تحطوش في البدايه، يعني كي تحطوه في البدايه رايح يطلق لكم واحد المروريه هكذا، لذلك خليوه في الاخير. حطيت ملعقة متوسطة من الطماطم المصبرة، وحطيت حوالي 2 ملاعق من الزيت النباتي، وخليتها تتقلى جيدا. ما كثرتش الزيت لانه الطرف تاعي تاع اللحم جاي شويه مشحم. هنايا مرقت بما يكون سخون، يعني ضروري لما يكون سخون باش الماكله تاعكم تجي بنينه. بعدها نحط اللوبيا تاعي، نغلق لاكوكوط تاعي ونخليها مده حوالي نصف ساعه. نصف ساعه رايحه تكون جاهزه، خليوها فقط على نار متوسطه. هنا بعد ما طابت لي اللوبيا تاعي بهذه الطريقه، شوفوا بالنسبه للبصله وهذيك الربطه تاع الدبشه كنت نحيتهم، رايحه نرميهم لاني ما نحتاجهمش. شوفوا هنا اللوبيا تاعنا كيفاش طابت، ما شاء الله. تلقاو الحبه تاعكم كي شغل تقسمت في الوسط، ثم تعرفوا باللي اللوبيا راهي طابت ما شاء الله. ضفت لها هنايا 2 قرون من الفلفل الحار، رايحين يزيدوا لها في البنه. عشاق الحار اكيد رايح تعجبكم البنه. ونضيف لها ايضا رشه من الكمون. كيما وصيتكم الكمون نضيفوه في الاخير، ما تحطوهش في البدايه باش ما يطلق لكمش هذيك المراره. هنايا خليها تغلي مده 5 دقائق، يعني فقط يطيبوا لي هذوك القرون تاع الفلفل، ونطفي عليها. وراح تجي خاثره وبنينه وتجي بزاف هايله. يعني كيما راكم تشوفوا باللي المرق تاعها راهو خاثر ماهوش ماوي، وتجي بزاف بنينه. هنايا نجي نحضرها معكم في صحن التقديم، وراح تشوفوها بعينيكم كيفاش خاثره وطابت ما شاء الله. وكي طفيو عليها خليوها مده حوالي 10 دقائق، ولا راح تزيد تعقد وتخثر، يعني ماشي غير طفيو عليها تسربيوها. شوفوا يعني الصوره راهي امامكم، المنظر تاعها فقط يعني راهو يشهي. يعني راح طيب زبده امام هذاك الطرف تاع اللحم طاب ما شاء الله. شوفوا لاصوص كي راني نفرغ فيها كيفاش خاطره، يعني قدام عينيكم. تجي بزاف بنينه. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها، وتخليوا لي رايكم في التعليقات. واللي عندها اي استفسار تخلي لي في التعليقات، واكيد رايحه نجاوبها. كما راكم تشوفوا هنايا ضفت لها رشه من الدبشه، راح نزيد لها في البنه، ونضيف لها ايضا رشه من الكمون. الكمون في النهايه بزاف يجي بنين. كما تقدروا تضيفوا لها بصله مقطعه الى مربعات، انا ما كنتش ضفتها. وايضا ضيفوا لها زيت زيتون، رايحه تجيب لنا بزاف سبيسيال. حطوا الكميه اللي حبيتوها، انا ضفت فقط ملعقه كبيره في هذا الصحن تاعي، وانتم حطوا الكميه اللي تحبوها. يعني راني نعاود في المونتاج هنايا وراهي شهرني. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في رواحكم. نلتقي في فيديوهات قادمه وفي وصفات قادمه ان شاء الله. سلام.